انا عن نفسي ما كانش ليا في السياسه نهائي ولا اعرف حاجه في السياسه، بس بصراحه يعني لما جيت هنا حسيت ان انا دي بلدي، حسيت ان الناس ديت يعني قاعدين عشاننا احنا. الناس اللي ماتت ديت كلها ماتوا عشان مين؟ عشان الحريه. حكومه ظالمه، كل الحكومه ظالمه. انا قافل المحل هناك عشان انا كنت هنا بقالي 10 ايام، فاهمني؟ ال10 ايام اللي انا قعدتهم هنا عايز اساعد الناس دي في حاجه، بس مش عارف، مثلا مش قدرتي ان انا اعمل معاهم حاجه، فعشان اعمل حاجه معاهم حبيت ان انا اجيب عده الحلاقه. وعلى فكره اتمسكت من بتوع الجيش وانا جاي، بس الحمد لله سابوني، وحلقت العساكر كتير برضو هناك، وكله 10 على 10. احنا اغلب ناس هنا اللي محدش حاسس بيه بمعنى اصح هو اللي هنا، اللي محدش بيساعده هو اللي هنا، عشان الناس اللي قاعده في البيوت هناك وبيقولوا كنتاكي وبيتريقوا علينا كلهم قالوا، واللي زيي اقنعت ناس ان هم قاعدين ما شافوش حاجه بعينيهم ينزلوا ويشوفوا الناس ديت ايه، ونزلوا النهارده وهينزلوا بكره وكل يوم وكل يوم هنزيد، عشان احنا مش بلطجيه. البلطجيه اللي جم بحصنه وضربوا علينا بنزين، واللي بيمولهم مين؟ كل الناس عارفه. انا جاي بس اساعد الناس اللي هي بقى لها 10 ايام هنا، ولا عايز جنيه من اي حد، والحمد لله انا عندنا بيتنا ومحلي مفتوح برضو بس. نفسي مصر تبقى ايد واحده زي ما هي، ومفيش ظلم ومفيش رشاوي ومفيش معتقلات. مش مهم هنتعب اسبوع، هنتعب اسبوعين، بس بعد كده هنرتاح، والشعب ده هيبقى ايد واحده بعد كده. ثورتنا ثوره شباب ضد الفقر والارهاب. بقول لكل شاب قاعد في البيت وما جاش هنا في وسطينا فاتوا نص عمره، والله فاتوا نص عمره، وعمره ما هيحس الاحساس اللي احنا حاسينه هنا. الكلمه اللي بقولها للحكومه ان الناس ديت مش قاعدين عشان حاجه ولا مستنيين حاجه من حد، الناس دي قاعده عشان دم الشهداء مش اكتر ولا اقل، وعشان ما بعد كده ما حد يجي يتكلم معانا او نعمل ثوره ما نبقاش دمنا رخيص عند الحكومه. الناس دي مش هتروح بجد، الناس دي مش هتروح بجد غير لما هو يمشي. انا قاعد لحد ما اموت هنا. والله وصحينا وكرمتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرمتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرمتنا رجعت لينا، والله وصحينا وكرمتنا رجعت لينا. سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح، سيبك من المصالح دي مصر هي الصالح. الرسالة وصلت والنتيجة حصلت، الرسالة وصلت والنتيجة حصلت، الرسالة وصلت والنتيجة حصلت.